السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم البنجال معمر. المقادير كالتالي: كيلو من الباذنجان اللي غادي نخويو ليه القلب ديالو نحيدوه ليه. غادي ناخذوا داك القلب نقطعوه طريفات صغار لان غادي نحتاجوهم. 200 غرام من الكفته، اللحم المفروم، قليل من الزيتون المقطع، بصلة كبيرة، مقدونس مقطع، 150 غرام من الفرماج المبشور، فرماج محكوك، 3 فصوص من الثوم مهروسة، ملح، ابزار، كمون، ملعقة من الكمون، ملعقة صغيرة، نصف ملعقة من الفلفل الأسود ابزار، ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الهريسة الفلفل الحار، قليل من الحامض معصر ملعقة، ملعقة كبيرة من مركز الطماطم، وزيت زيتون. نأخذ طنجرة نضع فيها القليل من الماء وقليل من الحامض المعصر، ونضع الباذنجان. نضع الباذنجان نخليوه لمدة ديال 3-4 ديال الدقائق، ما نفوتوهاش. 3 ل 4 دقائق غادي غير شويه يدخلوا الطياب. في مقلاة على النار كيف ما كتشوفوا غادي نديروا شويه ديال زيت الزيتون، غادي نديروا البصل، المقدونس، ندير هاد الكفته، نحركو مزيان هكذا باش الكفته كلها تسحل. نضيفو القلب ديال الدنجال اللي قطعنا، نضيفو الزيتون، نضيفو مركز ديال الطماطم، نضيفو التوابل اللي هي ملح وكمون وابزار، نضيفو المعلقه ديال الهريسه، معلقه صغيره، نديرو الثومه، نديرو معلقه ديال عصير ديال الحامض، نحركوا المكونات كلها
باش تمزج، ونغطيو على المقلاة حتى تندمج العناصر ويطيب هاد القلب ديال الطنجان. الحشوه ديالنا بعد ما طابت هي هادي، بقات شي 10 دقائق على النار مع التحريك. غادي ناخذ الدنجال ديالنا اللي هو هذا خرجناه من الطنجره، وغادي نبداو نعمرو النجره اللي درنا فيها شويه الملح وشويه الحامض. دابا غادي نبداو نعمرو بهذه الطريقه حتى نكملو الكل. بعد ما عمرنا الدنجال ديالنا قادينا في الطاوه اللي غادي تدخل الفرن، كنقوموا بعمل الفرماج من الفوق بهذه الطريقه. نديروا الفرماج كله هكذا، الفرماج اللي هو محكوك، الفرماج الاحمر. تنكملوا وتندخلوه، نغطيو بابي الومنيوم من الفوق وندخلوه الفرن مسخن على درجه حراره 180 درجه حتى نحسوا به تحمر ونخرجوه. بعد ما كيطيب الدنجال ديالنا المعمر كيعود هذا هو الشكل ديالو كيف تلاحظوا، كيشهي لذيذ بزاف. يمكن نقدموه في العشاء، كتجي اكله خفيفه بالنسبه للعشاء. نتمنى يعجبكم وتجربوا هذه الوصفه، وإلا عجبكم لا فيديو سجلوا معايا في القناه ديالي باش يوصلكم الجديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.